العافية، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ طبعا الساعة 12 إلا ربع الظهر، وطلبوا من عندي دولمة. طبعا أنا عادة هيج وقت لاني مخلصة غداي، بس ما أعرف كان رايح على السمك والنوب على مقلوبة، والنوب ثبتت على دولمة، ورحنا جبنا أغراض. تعرفون السلق ما متوفر. المهم جبنا أغراض الدولمة ما تحلى إذا مو تمن عنبر، ولازم ننظفه. هنا أنا حفرت كل الأشياء الما تخص الدولمة. هنا باذنجان. بنات أنا ما استخدم المحفارة أبد، ما أعرف لها. أنا أبدا ما استخدم محفارة، كلها سكينة. المهم بنات، قصة أحد المتابعة كلش قهرتني صراحة. ما عليكم بشخير إيليا. طبعا إيليا يمي دائما أني أسجل الصوت وإيليا يمي ونايم ويشخر. ما أعرف هو طفل شو ما أعرفه بالشخير، والله ما أعرف. المهم والله بنات قصة كلش تمرد القلب. أحد المتابعات إيليا، أني عندي 5 بنات وحامل بتساسة، يعني هماتين خذت السونار طلعت بنية. ودا قالوا الولد وفرحت وجيت بشرت عيالي وزوجي يعني بالأشهر الأولى. طبعا بالأشهر الأخيرة ثبتت إنه هي بنية. تقول هو سمع أنتوا تكذبين علي، أنتي كذا. هو يريد يتزوج من زمان، أنتي ما صار عندك ولد وأنا أريد ولد وأنا أريد. تقول أنا لا أقدر أخليه يتزوج، ما أقدر أتخطى هاي الأمور. أني يعني تعرفون أني بالتالي مرة، والمرة ما تقبل على زوجها إنه يتزوج له مهما يكون الأسباب. تقولوا لا أقدر إنه أتطلق وأروح لبيت أهلي، أمي متوفية وأبوي متزوج، وتعرفون بعد المرتي الأبو، يعني أبوي ماخذ حياته مستغلة. تقول أنا حايرة، هو يدور علي بنات ويراسي، يعني أمور بعد هاي مال المراسلات وهاي. تقول هسه أني أعطاني حل من نار حد ما أجيب. هي طبعا يعني بأشهرها الأولى الأخيرة تريد تجيب. اي قايل لها أني متجيبين وتخلصين وأني أتزوج وأجيبها يمش، لأن أنا ما أقدر أفتح بيتين وأنتي تقبلين الموضوع، لأن أنت صوج بيج. زين هي شنو صوج بيها؟ يعني هي ما تيجي تجيب لك الولد؟ وهذا أمر بيد الله، أمر بيد الله. يقولون حديث بالقرآن، يقولون أما أناث المرأة تولد، أما ذكور وأناث، أما ذكور. يعني هو ربك المقسم هذا الرزق. ليش تتعافى؟ ليش إياه الإنسان ليش تتعافى؟ أنا اليوم هذا رزقي آخذه. ما طول رب العالمين مطني مو بشر مانع علي. ها هي تبكي وضايجة. إيليا أنا لا أقدر أخليه يتزوج ويجيبها يمي، ولا أقدر إنه أعوفه. وتعرفون هسه هذا القرار حضانة الأطفال للأبو، كل بناتي ضيعن. أنا يعني مربيتهم وتعبانة عليهن وبالمدرسة. أي يعني والله من تحكي يعني حسرة بقلبها. يعني صدق يعني شلون بين نارين وهي على وجه مجيب. يعني بعد يعني حتى المرة يعني تفقد الطاقة مالتها. يعني هسه المفروض تتهيئ للمجيب، يعني تتهيئ إنه حياة راح تصير عندها جديدة، تنتبه على نفسها. احتمال الفقر الدم مالها هسه نازل بتوتره مال الولادة. يعني مو إنه هاي أمور تقول والله كلنا عايفتين مال الولادة، عندي فقر دم، عندي يعني تحاليلي كلها مو زينة، ما يرضى يوديني للدكتورة، يقول لي ما له علاقة هاي بنية. زين وإذا بنية إيش بيها البنية؟ إيش بيها البنية؟ بالعكس البنية نعمة الله من مطيها رزقها وياها. ليش؟ والله هاي بعد ما أعرف. الحمد لله والشكر والله بنات، وحق أمير المؤمنين. وهي أول مرة راح أحكيها. عندي زوجي يموت على شيء اسمه بنية، والله العظيم. يعني ما مرات ايش اقول له انا؟ طبعا إيليا حبلت بيه من ورا 11 سنة،
يلا صار عندي إيليا. بس شنو مو أني ما إحنا ما نريد، يعني أنا ما أريد، هو الأحراد بنية. يعني للمتابعين الجدد اللي وياي القديمين يعرفون أني شنو هو بالنسبة إيليا، شنو صار يعني يعرفون تفاصيل أحوالتي بإيليا. والله يموت على شي اسمه بنات. هسه بابا إحنا أربعة.